بتبدأ قصتنا بسونج كيو وهو راكب العربية بتاعته ورايح علشان يوصل الولاد للمدرسة وبعد كده يطلع على شغله، وبنعرف إن سونج بيشتغل مدير بنك ومعظم شغله في البورصة وأسهم الشركات. وأول ما بيركب العربية بتقوله بنته هاي إنها شامة ريحة حاجة غريبة، فبيتجاهل سونج كلامها وبيشغل العربية وبيمشي. وفي طريقه بيسمع صوت موبايل غريب بيرن في العربية وبيكون فاكره موبايل السواق، فبيرد علشان يتأكد. وهنا بيتكلم معاه راجل غريب وبيفهمه إن هو يعرفه كويس وإن العربية بتاعته فيها قنبلة، ولو خرج منها هو أو أي حد من ولاده القنبلة هتنفجر. ساعتها سونج قفل المكالمة وافتكر إن حد بيعمل مقلب أو بيهزر، وبعدها بيوصل للبنزينة وقبل ما ينزل من العربية بيتصل بيه الراجل تاني وبيعرفه إنه لو أمن على الكرسي القنبلة هتنفجر لأنها موجودة تحت الكرسي بتاعه وعاملة زي اللغم. بمجرد ما قعد على الكرسي اشتغلت تلقائي. ومش بس كده، ده كمان محدد مكان العربية وبيتابع تحركاتها عن طريق الجي بي اس، ومعاه ريموت كنترول بيتحكم في القنبلة عن بعد وممكن يفجرها في أي وقت لو حاول يتصرف بغباء او اتصل بالشرطة. وساعتها اتوتر سونج جدا وفهم ان الموضوع مش هزار، وحاول يفهم منه هو عايز ايه بالظبط، وطلب منه الراجل يسلمه 960 الف دولار كاش ويحوله على حسابه 1,700,000 الف دولار. واتصدم سونج من المبلغ الكبير ده وفهمه انه اللي بيطلبه ده مستحيل. وحاول سونج يتأكد من كلامه ونزل التليفون بتاعه علشان يصور اللي تحت الكرسي. وساعتها اتصدم لما شاف ان القنبلة موجودة تحت الكرسي، وبيتفاجئ كمان بالمساعد بتاعه في البنك وهو بيتصل بيه، ولما بيرد عليه بيعرف منه انه مش هيحضر الاجتماع النهارده علشان في واحد كلمه وقال له انه حاطط قنبله في العربيه ولو نزل منها هو او مراته العربيه هتنفجر. وسونج اكد له الكلام ده وحذره انه ينزل من العربيه، وعرف منه مكانه فين وقال له انه هيكون عنده في اسرع وقت. واتحرك بالعربيه بسرعه علشان يوصل للمساعد بتاعه على امل انهم يلاقوا حل للموضوع ده مع بعض. وكل اللي بيحصل ده كان بتعليمات من المفجر اصلا، على اساس ان اجتماعهم ببعض هيخليه ياخد منهم الفلوس بشكل اسرع. وبيوصل سونج فعلا للمساعد بتاعه وبيتفاجئ بمراته وهي مصرة تنزل من العربية علشان ما تتأخرش على شغلها، وبيحاول جوزها يقنعها انها تفضل في العربية لكنها بتكون مش مهتمة بكلامه. وهنا بيتدخل سونج وبيطلب منها تفضل في العربية علشان الطريق واقف والعربية لازم تتحرك. لكن بمجرد ما رجع بعربيته خرجت مرات المساعد من العربية، وساعتها انفجرت العربية انفجار رهيب واتصدم سونج من الموقف، وكان بيعاني هو كمان من الانفجار اللي حصل. واتقدم علشان يشوف لو حد منهم عايش، لكن العربية كانت متدمرة تماما وهما الاتنين ماتوا. واتصدم ساعتها لما بنته قالت له ان اخوها جون مصاب وبينزف من الانفجار، فتوتر سونج جدا وما كانش عارف يعمل ايه، وقلع الكرافات بتاعه وقال لبنته تربطها على رجل جون علشان توقف النزيف، وحاول يروح لاقرب مستشفى علشان ينقذ ابنه. لكن المفجر كلمه وقال له انه بيتحرك في الاتجاه الغلط وان البنك من الناحيه التانيه، وترجاه سونج وطلب منه يسمح له انه ينقذ ابنه ويروح بيه للمستشفى. لكن المفجر قال له مفيش الكلام ده، وان مفيش حد منهم هينزل من العربيه الا لما الفلوس كلها تتحول لحسابه، ولو ناقص دولار واحد محدش منهم هينزل من العربيه، ولو ما سمعش الكلام هيفجر العربيه بيهم في اي وقت. ومش بس كده، ده كمان المبلغ اللي كان طالبه اتضاعف علشان المساعد بتاعه مش هيقدر يدفع بعد ما مات، وهو المطلوب منه يدفع المبلغ كله دلوقتي. واتصدم سونج من كلامه وقال له ان المبلغ ده كبير جدا ومستحيل يقدر يوفره بالسهوله دي. لكن المفجر مهتمش لكلامه وطلب منه يتصرف بسرعه والا العربيه هتنفجر في اقرب وقت. وساعتها سونج اتصل بموظف عنده في البنك وطلب منه يتصل بكل العملاء المميزين اللي عندهم ويقول لهم ان النسبه اللي هياخدوها على فلوسهم دي هتكون ضعف النسبه العاديه. فاستغرب الموظف من كلامه، لكن سونج طلب منه ينفذ كلامه ويبلغه اول ما الفلوس تتحول، وهيبعت له رقم حساب علشان يحول الفلوس عليه. ووافق الموظف على كلامه، بس عرفه ان الموضوع ده هياخد ساعه على الاقل. وبعدها سونج كلم المفجر وقال له انه مش هيقدر يسلمه الفلوس الكاش الا لما يدخل البنك ويستلمهم بنفسه. وهنا المفجر قال له يكلم مراته ويعرفها باللي حصل ويقول لها تستلم هي الفلوس مكانه من البنك وتسلمها له. وسونج اتصدم من كلامه لانه ما كانش عايز يعرف مراته باللي بيحصل، لكن المفجر اصر انه يبلغ مراته ويطلب منها تجيب له الفلوس. فاضطر سونج يكلم مراته وفهمها باللي بيحصل معاهم، وطلب منها ما تعرفش حد بالموضوع ده ولا تبلغ الشرطه. ومراته اتصدمت من كلامه بس اتحركت للبنك بسرعه علشان تسحب الفلوس. وفي نفس الوقت ده الشرطه كانت بتشوف اللي حصل لعربيه المساعد اللي اتفجرت، ولاحظوا في الكاميرات ان عربيه سونج كانت هناك ورجعت قبل الانفجار بلحظات، وشكوا ان العربيه دي ليها علاقه بالموضوع. ومع الوقت بيوصل سونج للبنك علشان يشوف مراته من بعيد ويتابع اللي بيحصل ويطمن عليها. وبتطلع مراته وقتها من البنك وبتقول له ان الفلوس معاها وعاوزه تعرف هتعمل بيها ايه دلوقتي. فالمفجر طلب منه انها تروح لمحل بقاله ورا البنك وتسيب الشنطه هناك عند صندوق التوصيل اللي قدام المحل، وسونج بيروح لها بالعربيه وبيفهمها تعمل ايه بالظبط زي ما طلب منه المفجر. وبعدها مراته بتكلمه وبتقول له ان في حد بيقرب عليها وبتشك ان هو المفجر، وبتبلغ رجال الشرطه اللي هناك وبتبلغهم انه راجل خطر، وبالفعل بيتم القبض عليه. وبيشوفوا سونج من بعيد وبيتابع اللي بيحصل، لكن بيتفاجئ
بيتفاجئ بالمفجر وهو بيكلمه، وبيفهم ساعتها ان ده مش المفجر، والمفجر بيقول له ان مراته اتصرفت بتهور وعلشان كده هو هيفجرهم دلوقتي. وساعتها سونج خاف جدا واستسلم لفكرة الموت مع ولاده، لكن بيتفاجئ بمحل البقالة بينفجر قدام مراته، وعرف ان الانفجار اللي حصل ما كانش هم المقصودين بيه، وبسرعة اتصل بمراته على امل انها لسه عايشة. وساعتها مراته ردت عليه وقالت له انها بخير وما حصلهاش حاجة. وهنا سونج هو وولاده فضلوا يعيطوا من صدمة الموقف وان امهم كانت هتموت قدامهم. بنرجع للشرطة اللي كانوا بيراجعوا الانفجار الاول، وساعتها تم تبليغهم بانفجار محل البقالة، فاتصدموا كلهم. ولما راجعوا الكاميرات اتفاجئوا بالعربية بتاعت سونج وهي موجودة في مكان الحادثة زي المرة اللي فاتت. وهنا شكوا ان سونج هو السبب في اللي بيحصل، وقرروا يتحروا عن نمرة العربية ويعرفوا هو مين. وسونج وقتها بيكون ماشي بالعربية وبيتفاجئ بسيارة شرطة بتقف قدامه، ورجل الشرطة بيطلب منه ينزل من العربية، لكن المفجر بيكلمه وبيطلب منه يتصرف ويبعد عن الشرطة بأي طريقة. وقرر سونج يغامر بكل حاجة ويبعد بسرعة عن الشرطة ويروح لأقرب مستشفى علشان ينقذ ابنه، واتحرك بسرعة بالعربية ومهتمش بالشرطي اللي واقع على الأرض. وساعتها رجل الشرطة بلغ عنه وطلب مساندة من الدوريات الموجودة. وهنا اتصدم سونج من شكل العربيات اللي بتطارده وحاول يهرب منهم بسرعة لحد ما وصل قدام مبنى المستشفى. وساعتها عربيات الشرطة حوطته من كل مكان، ونزلوا كل رجال الشرطة وهم مستعدين يقتلوه في أي لحظة. وبيوصل بعدها رئيس الشرطة ليه وبيكلم سونج وبيطلب منه ينزل من العربية بهدوء. وساعتها المفجر كلمه وطلب منه يبلغ كل كلامه لرئيس الشرطة بالحرف. واتكلم سونج مع ليه وقال له ان هو المفجر وانه حاطط قنبلة في العربية بتاعته وهيفجرها في اي وقت لو الشرطة كلها ما انسحبتش من المكان. فاستغرب الضابط ان سونج هيفجر القنبلة اللي في العربية رغم ان ولاده موجودين فيها، لكن سونج اكد له انه هيعمل كده فعلا لو ما انسحبوش. وساعتها ليه طلب منهم يحاصروه من بعيد وما يسمحوش ليه انه يتحرك نهائي. لكن بتيجي خبيرة المتفجرات وبتكلم سونج وبتطلب منه يسيب ولاده ينزلوا من العربية علشان يقدروا يعالجوا ابنه، لكن سونج بيرفض وبيرفع التليفون علشان يعرفها ان في مكالمة شغالة. وساعتها الخبيرة مشيت ورجعت بعدها تاني وبتديله شنطة فيها ازايز مية وبيكون فيها كمان لاسلكي علشان تسمع المكالمة اللي بينه وبين المفجر. وسونج بياخد الشنطة وبيخرج اللاسلكي وبيحطه فوق التليفون وبيتكلم معاه علشان المفجر يرد عليه والشرطة تسمعه ويفهموا ايه اللي بيحصل، لكن المفجر مش بيرد وبيبعت له رسالة بيقول له فيها يرمي اللاسلكي من العربية والا هيفجر العربية باللي فيها. وهنا سونج اتصدم وكان هيتجنن هو ازاي عرف باللي حصل، ورمى اللاسلكي من العربية وهو مجبور على اللي بيعمله. والمفجر كلمه وحذره انه يتصرف تاني بتهور والا هيخلص منهم ويفجر العربية، لكن فجأة الاتصال بينقطع بينهم. وبتيجي خبيرة المتفجرات وبتعرفه انهم قطعوا الاتصال بالشبكة عن المنطقة كلها، وطلبت منه يقول لها كل حاجة ويفهمها اللي بيحصل. وسونج ما صدق وحكى لها على كل حاجة وعرفها مكان القنابل اللي تحت الكرسي بتاعه. وساعتها الخبيرة فتحت ابواب العربية كلها ودخلت كلاب الشرطة علشان تشم مكان المتفجرات، واكتشفوا ان مفيش اي قنابل في العربية في الكنبة الخلفية، وان المتفجرات موجودة بس تحت الكراسي الامامية وانها فعلا بتتفاعل بالضغط عليها. وطلبت منه يسيب ولاده ينزلوا من العربية وخدوا ابنه فعلا، لكن بنته رفضت تنزل وتسيب ابوها لوحده في العربية. ومش بس كده، ده كمان سابت الكنبة وقعدت على القنبلة اللي على الكرسي اللي جنب ابوها علشان شافت القناصة موجودين على اسطح المباني اللي قدامهم، وفهمت انهم مستنيينها تخرج من العربية علشان يقتلوا ابوها. وسونج اتأثر جدا من تصرف بنته وحضنها جامد وفضلوا يعيطوا هما الاتنين سوا. وساعتها الخبيرة اتضايقت جدا، ولما راحت تتكلم مع ليه عرفت انهم فعلا كانوا هيقتلوا سونج لانهم كانوا فاكرين انه خاطف ولاده وانه السبب في كل اللي بيحصل. وبنشوف بعدها ليه وهو واقف مع واحد بيقول انه اخو سونج وبيفهمهم انه هيروح له علشان يقنعه يسيب بنته تنزل من العربية ويسلم نفسه للشرطة. وسونج اتفاجئ بالشخص ده وهو داخل عليه وبيقول له ان هو المفجر، وعرفه انه كان موظف في البنك من 6 سنين ايام ما كان بيضحك على الناس علشان يشتروا اسهم خسرانة في البورصة. واتصدم سونج من كلامه وفهم ان الراجل ده خسر فلوسه معاه وجاي دلوقتي ينتقم منه بسبب اللي حصل. وفي نفس الوقت ده مرات سونج بتكون موجودة في المستشفى وبتشوف في الاخبار اللي بيحصل وبتتفاجئ بيهم وهم بيقولوا ان اخو سونج بيحاول يقنعه يسلم نفسه. وساعتها المفجر داس على الريموت وعطل القنبلة اللي تحت كرسي البنت على اساس ان سونج هو المفجر فعلا وانه هيسمع كلام اخوه وهيسيب بنته تخرج بسلام. وعرفه انه هياخدها معاه دلوقتي كرهينة على انه عمها لحد ما يبعت له الفلوس زي ما اتفقوا، ولو خلف وعده معاه هيفجر القنبلة اللي تحته وهيقتل بنته. وطلب من سونج يفتح درج العربية اللي قدامه، واول ما فتحه اتفاجئ بقنبلة تانية بتتفعل ومظبوطة على 18 دقيقة. والمفجر اخد بنته وسابه ومشي، واول ما بعدوا عن العربية اتحرك سونج بسرعة وهرب من المكان. والشرطة كلها كانت بتطارده علشان يقبضوا عليه، لكن مرات سونج بتكلم الخبيرة وبتعرفها ان اللي اخد بنتها ده مش اخو سونج. والخبيرة فهمت ان بنتهم اتخطفت وبلغت رئيس الشرطة بالخبر وقالت له يحاول يقبض على المفجر باسرع وقت. وساعتها سونج كان بيتواصل مع موظف البنك وقدر يخليه يحول نص الفلوس اللي طلبها منه المفجر على الحساب بتاعه، واتكلم مع المفجر وعرفه انه بعت له نص الفلوس. والمفجر
المفجر قال له على مكانه وطلب منه يروح له بسرعة، وسونج راح فعلا لهناك واتفاجئ ببنته وهي مربوطة في عربية المفجر، وبيجي المفجر وبيركب جنبه وبيعرفه ان هو زمان كان السبب في انتحار مراته لما خسروا كل فلوسهم اللي دخلوا بيها في البورصة معاه. وسونج افتكر كل اللي عمله في العملاء وانه كان بيضحك عليهم وكان السبب فعلا في انهم يخسروا فلوسهم، لكنه ما كانش يعرف ان في حد مات بسبب اللي عمله، وترجاه يسيبه عايش ويديله فرصة علشان يصلح اللي عمله زمان. لكن المفجر بيرفض وفهمه انه قرر يموت معاه، وان الفلوس اللي اتبعتت اتحولت على حساب عيلته علشان يأمن مستقبلهم من بعده. وساعتها بتوصل الشرطة والمفجر بيقول له انه لو مش عايز بنته تموت لازم يبعد بالعربية حالا. وسونج سمع كلامه واتحرك بالعربية بسرعة بس نط بيها في البحر، وساعتها المفجر اغمى عليه وحاول سونج يفوقه على امل انه يرجع في كلامه ويوقف القنبلة قبل ما تنفجر، لكن مش بيقدر يفوقه. بس بيلاقي كتاب بتاع بنته بياخده وبيحطه مكانه على الكرسي علشان القنبلة اللي تحته ما تنفجرش، وخرج من العربية بسرعة قبل القنبلة التانية ما تنفجر بثواني. وساعتها انفجرت القنبلة وانصدمت بنته والخبيرة وكل رجال الشرطة، لكن بيتفاجئوا بسونج عايم فوق المية وبيطلعوا بسرعة ويفوقوه، وفعلا بيصحى من تاني وبياخد بنته في حضنه بعد ما خلص من الكابوس ده. وبعدها بيكلم الخبيرة وبيحكي لها على كل حاجة وبيقول لها انه ندمان على اللي عمله زمان وانه قرر يصلح كل اللي عمله. وبكده يكون خلص فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم، وشكرا.